بسم الله الرحمن الرحيم. الزبيدي خادم السيدة رقية، مجموعة أولياء. ثقة عمة سيدنا النبي السيدة علي صادق الجحفرة في ستنا عائشة. فلا تخشوهم واخشون. شارع الأشراف اللي في منطقة الخليفة، واحد من أعرق الشوارع في القاهرة. سمى كده لأنه بيضم مقامات لعدد كبير من آل البيت اللي المصريين بيحبوهم جدا ومرتبطين بيهم. الشارع ده مش مجرد مكان تاريخي، ده كأنه سجل حي للحكايات الروحانية والتاريخية اللي بتميز القاهرة. ودي بيقولوا عليها قبة شجرة الدر، لكن تاريخيا هي قبة الأشراف. بعض الروايات المحلية بتربط القبة بشجرة الدر الملكة الشهيرة اللي حكمت مصر، لكن مفيش دليل مؤكد إنها مدفونة هناك. ومع ذلك القبة بتفضل نقطة جذب بسبب تصميمها التاريخي وأجواءها الروحانية. وده جامع السيدة رقية. الجامع ده فيه مقام السيدة رقية بنت سيدنا علي بن أبي طالب. المسجد ده بسيط لكن مليان طاقة روحانية، وفيه هدوء كده يخليك تحس براحة نفسية غريبة. الناس بتيجي هنا علشان تدعي وتستمتع بالأجواء الجميلة للمكان. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. على الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وهنا مدفون السيدة رقية، وكمان بيقولوا مدفون معاها خدامها. لو وقفت قدام المقام هتحس بروحانيات رهيبة، وهتشم ريحة المسك اللي مغرقة المكان. وده جامع السيدة سكينة. السيدة سكينة بنت الإمام الحسين حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت رمز للهدوء والحكمة. المسجد تصميمه جميل، والمقام نفسه عليه زخارف إسلامية بسيطة لكنها مميزة. شارع الأشراف مليان بالقهاوي الشعبية اللي شكلها قديم جدا، والبيوت بتعبر عن طابع القاهرة القديمة. كله هناك بيحسسك إنك في مكان مليان حكايات وروح خاصة. الشارع بيجمع بين التاريخ والدين والجمال في مكان واحد. شكرا ليكم، ونشوفكم في مكان تاني قريب.